بسم الله الرحمن الرحيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. في قنا في محافظة قنا في أسرة بيلاحقها الجان، انتقلت إلى 4 شقق وكل مكان بتنتقل فيه بتمسه النار. جابوا مشايخ كتير واستعانوا بمشايخ كتير من جوه مصر وبره مصر، والوضع مازال في حالة سيئة، لدرجة إن في أحد المرات تم سحب طفل رضيع من حضن أمه وتولع فيه النار من قبل الجان ولحد ما توفى. وسيدة تانية تم حرقها، النار ما لمستش الملابس بتاعتها خالص، إنما تم حرق الجسم وفضلت في المستشفى لفترة طويلة لحد ما تم علاجها. قنا ولايف جديد النهاردة من داخل منزل أسرة في محافظة قنا. الوضع زي ما شايفين، الوضع مأساة أسرة في محافظة قنا. جان بيلاحقها من أكتر من 15 سنة. ده البيت الرابع للأسرة. الأسرة استعانت بشيوخ كتير من برا مصر وجوا مصر، مفيش أي أمل. كل ما يروحوا البيت بيتحول لدمار. يعني في طفل ولعت فيه، سحب من حضن امه وتولعت فيه النار والطفل مات. جسمها تشوه، هي لابسه الهدوم طبعا ما اتلمستش فيها النار، جسمها بس تولع من جوه والهدوم قاعده سليمه. يعني حاجه اغرب من الخيال، كأن احنا بنشوف فيلم رعب بالظبط داخل منزل الاسره. ده البيت الرابع للأسرة هم ينتقلوا فيه. هنشوف تفاصيل غريبة للناس اللي قدامنا دي الجيران. يعني الأسرة نفسها حالتها متدمرة. يمكن الوحيد اللي قاعد من الأسرة هو الشاب اللي قدامنا ده، هو اللي بيطفي، يعني قاعد ليل نهار عشان يطفي في الحريق وتعب وأغمى عليه. يعني الواقعة حصل فيها طفل مات محروق، جسمها اتدمر واتحرق واتعالجت في اسيوط، والهدوم بتاعتها ما لمستهاش النار، الجسم اتولع كله من جوه والهدوم ما لمستهاش. ذهب بيضيع، فلوس بيضيع، لدرجه ان هم بيحطوا الاكل في الحلل على البوتاجاز، بيفتحوا الغطا ما بيلاقوش الاكل. الحيطان هنشوف معاكم دلوقتي بقيه تفاصيل البيت، ان الحيطان بتوقع ويرمموها وتوقع تاني. يعني تفاصيل كأن احنا في فيلم رعب بالظبط. احنا معانا دلوقتي دول الجيران هيكلمونا عن التفاصيل واللي بيحصل بالظبط. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نعرف تفاصيل ايه اللي بيحصل في المنزل الغريب. يعني يمكن انت بدأت حديثك ان احنا بنشوف مشهد رعب. فيلم رعب. فيلم رعب. الناس دي عايشه فيلم الرعب ده من 13 سنه. من 13 سنه هي والحريق شغال من بيت لبيت. حريق، نهب، اي حاجه بتختفي. زي ما انت حضرتك برضو وصلك واتكلمتي ان في طفل اتحرق وتوفى في الموضوع ده، وامه اتحرق جسمها وتشوه هدومها زي ما هي. يعني الام جسمها كله اتشوه بالظبط، وهدومها ما تلمستهاش النار. يا جماعه احنا بنحكي في حاجات حصلت بالفعل وهو قدامنا البيت، ودول الجيران الناس اللي بتقول تخاريف، لدرجه انتوا استعنتوا بشيوخ كتير. لا، شيوخ كتير. طب كان ايه رد الشيوخ؟ مفيش تفسير، ومحدش عنده المقدره اللي هو للمنظر اللي انت شايفاه. يعني في شيوخ بتقول ان في حاجات في البيت مثلا فعلا في جان، بس احنا مش هنقدر نطلع الجان. بالظبط. كل شيخ ليه روايه. كل شيخ ليه روايه، بس مش خلاص احنا مش عارفين. الناس دي تعبت واحنا تعبنا. احنا النهارده 13 سنه الناس دي بتعاني. 4 اسر، والله 4 اسر متشرده. والمنظر بيتكلم عن نفسه، مش محتاجين الكلام. عايزين اي حد يقدر يساعد الناس دي يساعدها. مشيخة الازهر بنناشد اي حد يقدر يساعد الناس دي، عمل خير للناس دي، لاسر متشرده، ناس عايشه في الشارع، ناس بترمم البيوت وبيحصل فيها زي ما انتم شايفين. وادي المنظر. ده البيت الكام ده يتنقلوا فيه ده البيت الثالث او الرابع تقريبا بيتنقل. البيت الرابع يتنقلوا فيه. طب البيت اللي بيسيبوه بيتولع فيه النار برضو؟ لا، ما بتولعش. هم قاعدين فيه تولع فيه النار. لو رحنا فيه تولع. انت طبعا من البيت. ابن عمك اللي توفى. احكي لي التفاصيل اللي حصلت مع الطفل. التفاصيل دي من زمان. محدش فاكرها. الطفل ده من سننا طبعا. من بداية الحريق حصلت. ايه اللي حصل مع الطفل والام؟ اللي حصل مع الطفل والام انها كانت في اوضه نومها بالليل. فطلب منها يشرب او حاجه زي كده، فهي الطفل ده كان من سنة تعالى من شوف النار. طلعت تجيب له الميه. دخلت لقيت نار، الباب اتقفل. نار ولعت، كانت بتولع في الحيطه. الباب اتقفل فجأة في الأوضة. بتصرخ وتعمل مفيش. بتحاول تستغيث باي حد، برضه مفيش حد وصل له الصوت.
يعني هي بتصرخ بس صوتها ما طلعش. والله العظيم والله الكلام يا جماعه، والله الكلام اللي بنحكيه ده حصل، والله ده حصل. عشان الناس مش مستوعبة لا يعني. معلش والله العظيم ده حصل، اللي مش مصدق جاي يشوف بنفسه، جاي يسال اي حد في البلد. لدرجه انها كانت بتحمي ابني ناحيه الحيطه، كان بيولع في الحيطه. وصل لحروق للطفل وحروق لامه، وعلى اسرها اتنقلت امه المستشفى صوت المركزي، والواد اتوفى. الواد اتوفى. وامه الحروق لحد دلوقتي موجوده في جسمي حتى الآن الأم لحد الان. يعني جسمها ولعت فيه النار بس الهدوم ما الهدوم لمستهاش، زي ما هي، بس من جوا بس. ايوه بالظبط. يعني هو كان قاصد الطفل، كل ما تحمي الطفل ياخد الطفل. بالظبط، هو ده اللي كان بيحصل. في إصابات حصلت لأطفال تاني أو للناس في تاني ناس كان بيحصل لها مس وكده. تتلمس. كان بيحصل لها مس وكده استعنتوا بالشيوخ من برا مصر وجوا مصر نفس النتيجة؟ بصي احنا جبنا ناس كتير، عايزين نشوف البيت بقى البيت عشان وناس يمكن احنا وصلنا لناس كتير، وناس مش عايزين نتكلم عنها وعن اسمها ونقول ده فلان وده علان. الناس كانت وصلنا الناس اللي كانت ملقبه بقاهر الجن. يمكن الناس تعرفه، انا قلت قاهر الجن الناس دي عارفاه اكيد. وبرضه ما عرفش يطلع. والله اقسم بالله كان هنا ووصل معانا هنا وجي واتكلم وقال لك انا ما اعرفش. بصوا يا جماعه ده باب، يعني دي اوضه كانت، ده الفرش. بصوا ده الفرش، ده المره الثالثه الاوضه دي تترمم يعني ويتجاب باب. ده ايه ده؟ ده دولاب بكل هدومه. ده الرماد ده دولاب بهدومه. يعني الناس بتتكلم في حاجه يعني قدامكم على ارض الواقع. الناس اللي بتقول ده قله ايمان او قله مش عارفه ايه في البيت. بصوا الكهرباء، احنا هنتمشى معاكم في البيت بره يعني جوه تحت. الناس اللي في البيت بتصلي يا جماعه، الناس اللي في البيت والله بتصلي، والناس بتعرف ربنا. نشوف في الاوضه دي. بصوا دي ثلاجه. ثلاجه لسه جديده والله. بصوا يا بصوا حتى المصحف القرآن يعني الحرق فيه من بره بس الكلام من جوه. ممكن نفتح المصحف على فكره. القرآن برضو شغال تمام. ده مصحف اهو ده مصحف. شايف اهو ده مصحف. اثار الحرق ظاهر عليه اهو. بصوا يا جماعه ده مصحف يولع في الدقيق وفي الدقيق. احنا كتبنا ايات قرآنية على الحيطان وموجوده برضو اهي زي ما انت شايف حضرتك اهو. طب بتشغلوا مثلا قرآن التلفزيون؟ بنشغل القرآن وبياخدوا الفلاش اهو يا استاذ صالح. الفلاشه؟ ده القرآن اهو. ده القرآن. بيسرق الفلاشه، بيطفي التلفزيون يكون شغال قرآن، بيسرق الكارت من السماعه، بيعمل كل حاجه. يعني الفلاشه تختفي؟ ايوه القرآن شغال. بياخد الدواء من التلفزيون. بص اهو زي ما انت شايف استاذ صالح. تعالى بصوا يا جماعه دي اوضه ثانيه اهي. هنشوف. بص اهو كل حاجه قدام زي ما شايفين. يعني احنا كأننا في فيلم رعب. ده فيلم رعب بالظبط، مش لاقيين اي تفسير من 15 سنه. مأساة. بصوا يا جماعه ده مصحف اهو. ده ايه ده اصلا؟ ده تلفزيون. ده تلفزيون. بص اهو. بصوا يا جماعه اللي قدامنا ده الرماد ده تلفزيون. يعني احنا كأننا بنشوف فيلم رعب بالظبط. ده اخر مره الحريق بدأ يشتغل في البيت ده كان امتى؟ من الصبح. النهارده الصبح. يعني ده باستمرار على كده. ايوه الصبح. يعني لدرجه ان الناس بتشغل القرآن بياخد الفلاشه. الفلاشه بتختفي خالص ولا بتلاقوها؟ لا مفيش حاجه. بص حاجه بتختفي بترجع. راحت فلوس بتروح. فلوس ذهب غله دقيق سمنه تليفونات. بصي اي حاجه موجوده في البيت الهدوم بيتولع عليها وهي على حبل الغسيل. هي ومنشوره والله وهي منشوره بيتولع فيها. ايه قصه الانبوبه اللي انت حكينا قصه الانبوبه؟ برضه الهدم اهو اللي انت. بصوا يا جماعه هنشوف البيت. يعني هنشوف حيطه من الحيطان الكتير اللي وقعت بتتهدم. بصوا ويمكن اهو ترميم اهو باين اهو. يعني دي اتهدمت ورممتوها واتهدمت تاني. البيت اهو لسه جديد. لا اله الا الله. يعني البيت جديد يا جماعه. البيت ده جديد اصلا نقول فيه. سابوا بيت من الحريق وجو بيت ده لسه جديد معمول. السرقه بتاعته الحاجه بتاعته زي ما انت شايف. خلاص الناس تعبت والله. يعني ايه قصه الحاجه اللي اختفت بعد 3 ايام لقيتوها دي بعد 3 ايام في لا ده يمكن دي حاجه من الحاجات. يمكن موقف من المواقف. موقف من المواقف. انبوبه بوتاجاز اختفت. 3 ايام بالظبط ما فيش مش موجوده. كان معانا مشايخ وكده وكان في شنطه موجوده فوق دولاب. مسكنا الشنطه فتحناها خلاص فيها هدوم عادي ما فيهاش اي مشكله. قفلنا الشنطه بنشيلها حاجه ثقيله لقينا الانبوبه داخل الشنطه. الانبوبه كانت مختفيه 3 ايام لقيتوها داخل شنطه الهدوم. نزلنا تحت
بالشنطه فتحناها لقينا الهدوم رجعت مكانها وهو مش موجود. الناس ما بتكذبش يا جماعه، الناس بتتكلم في والله حاجات والله حصلت أقسم بالفعل، الناس بالله عندهم. العظيم، اقسم بالله العظيم يا جماعه الخير، اصلا الكلام اللي احنا بنحكيه ده جزء بسيط من مأساة ناس 13 سنه. 4 متجوزين ولا ذهب نحرمهم قاعد ولا عفشات ولا سراير ولا واحد والد- اتزوج وجهز شقته بعد بعد 12 يوم مفيش 12 يوم بالظبط او اقل من الشقة شهر بالكونترا. الشقه كلها ولعت. اه بقت كوم رماد. في حد شاف حاجات في البيت؟ بص كلمه شاف حاجات او ما شافش، هو يعني ما اقدرش اقول لك، الناس بتتخيل، يعني هو الرعب والذعر اللي الناس عايشه فيه هيخليها غصب عنها تتخيل. تخيلات. اه طب في الله أعلم في ست يعني. بتقول انها زمان شافت حاجات في البيت. برضه الله اعلى واعلم، هي يمكن هي اللي شافت وهي اللي تقول، انا ما اقدرش اتكلم في حاجه انا ما شفتهاش. تكون قاعد انا بتكلم، احنا اتكلمنا في حاجه بسيطه، بقول لك من يعني 13 الناس سنة بتقول ممكن والموضوع يكون في متواصل شيخ يا أستاذ اصلا في سمر. البدايه جبتوا له حاجه معينه والشيخ مثلا لا قلب. لا الموضوع ده بدا قبل ما تيجي مشايخ وغيره، لدرجه ان الاول ما حدش عارف انه موضوع جن يا استاذ كانوا سمر. بيتهموا بعض في السرقه. اه يعني كان بيقول لك اطفال خدت الحاجه شالتها الكلام ده. كانوا في البيت يعني يقولوا هم اخوات مع بعض، هم خفوا الحاجه. ولا حريق والكلام ده، وبرضه حريق عادي ما فيش مكان قديم يا جماعه، ده البيت اهو لسه جديد اهو، ده لسه اهو الكهرباء ما جديده. بقالنا شهرين احنا ناقلين فيه على فكره، احنا سايبين البلد وماشيين من البيت. احنا ما بقالناش شهرين بانين البيت ده، اه وسيبنا بيت جنبه اهو، وبيت تاني في بلد تاني. طب البيت اللي بتسيبوه نفسه ما يولعش في النار؟ في حاجه استاذ سمر. اللي تروحوا له بس هو اللي يولع في ايوه اللي النار. احنا بنروح فيه بص يا كلنا استاذ كده. سمر، يا جماعه يعني احنا قاعدين في مأساة كأن. الناس اللي بيقول بقى بص يا السباكه لسه اهي السباكه هي على بصوا يا جماعه البيت جديد اهو. اي حضرتك. طب ما فيش فرن بلدي مثلا او نار تشتغل؟ يا الكلام ده بص يا استاذ سمر، تليفونك من هنا تلقى فيه نار ثاني. في نار فين؟ بصوا الشقه بتاعنا احنا نوديك ليها. بصوا يا جماعه، يعني الحيطه اسمنت، دي حيطه جديده اهو زي ما شايفين، الحيطه اتهدمت. من بنوها يدة ثاني. تبنوها بنات واحده يعني؟ ثانيه برضه تحت بص ده البيت الشقه الثانيه دي بيخش لها هو من الفتحه دي. يدخل من الفتحه دي وتولع البيت النار كده. وفي شقه ثالثه من الناحيه الثانيه برضه كسر حيطه ثاني بيخش لها من الناحيه الثانيه. في البيت دي اه. يفتح البيوت على بعض. عايز يفتح البيوت على بعض. طب يا جماعه مش البيت قديم، القصه ان ده رابع بيت الناس تتنقل فيه، البيت اللي بيسيبوه ما بتولعش في النار، اللي بتروحوا تسكنوا فيه هو اللي تولع في النار. 6 اخواتهم. حتى المكان لو بعيد عن بعض، بعاد عن بعض، ما يأذيش الجيران، مفيش اي حاجه من الجيران ولا ما يجيش يأذي اصحاب البيت بس. اصحاب البيت بس. طب الذهب اللي بيضيع مفيش حاجه والفلوس؟ بترجع، فيش ذهب ثاني كله خده. مفيش اي حاجه مع حد، مفيش حاجه بترجع خالص، ولا ذهب ولا فلوس ولا اي حاجه بتروح. كل واحد قاعد بالهدوم. انا معليش غير الجلابيه اللي انا يا لابسها استاذ دي. سمر والله انت من افراد البيت؟ ايوه انا صاحب البيت لما ده. بتشتغل النار انت مثلا كنت حكينا ما كنت بتخون انا فينا؟ لسه جاي، كان في الشغل انا وفي كنت في الشغل العصر. وسمعت بالحكايه دي لسه جاي. انت طبعا من الناس اللي بتطفي، وطبعا انت في حاله نفسيه انت بتبقى حاضر. اخر يا استاذ سمر من يومين ايه المنظر اللي شفته اغمى عليك فيه؟ الحريق. انا ما اتخيل وحاجات يعني بيتخيلها نار بتشوف والدنيا حاجات خيالات من اللي انت بتشوف يعني من كتر النار متولع. من كتر النار. ايوه ما هو تعبان وبعدين يا نفسيا. استاذ سمر دي مأساة متكررة، مش مأساة يوم ولا اثنين ولا ده ثلاثة. 15 سنه بالظبط 13 سنة بالظبط. الواد اللي مات تجده هو ده كان صغير معاه. يعني لما بدأت الطفل. ده بدأت بسيطة فرشة واتهمنا فيها عيال صغيرين، كنت انا وابن عمتي، وبعد كده الموضوع بيجي يتكرر مع بعد مرور الوقت. وفلوس بعد كده. وفلوس وتليفونات ودنيا ما كله الا الطفل اللي كان، يعني الطفل اللي هي الطفل ده بعديها بفترة كده يعني. بس الطفل كان يتسحب من حضن امه، ايوه. يعني اتسحب من حضن امه تحت السرير لغايه لما تولعت فيه النار. يعني يا جماعه الواقعه فيه طفل مات وام اتشوهت وهدومها اللي كانت لابساها ما لمستهاش النار، جسمها ولع من جوه بس. يعني الحيطان نفسها بتتكهرب عشان الناس ما تطفيش. يعني بصوا الموقف بيشرح نفسه، ده دولاب بهدومه، ده الدولاب بالهدوم بتاعته، ده البطاطين، ده باب، ده زي ما شايفين اهو. يعني الستات نفسهم بصوا، يعني بصوا شكل المروحه، الستات في حاله، يعني في حاله صدمه. بص يا حضرتك، وكل واحده قاعده ببيت ابوها الحريق. الستات قاعدين في بيت بيت خايفين. خايفين. خايفة. ايوه. احنا اساسا سايبين البلد وماشيين بعد بكره، لو كنا سايبين البيت ده وماشيين. واحنا ما لقيناش مكان نقعد فيه بقى. والبهائم بعناها. طب انتوا دلوقتي بيتها وكل حاجه بعناها. كل واحد قاعد غير بالهدوم اللي عليها دي، ما لاقيش حاجه. ما فيش هدومكم برضه تولع فيها النار. كل حاجه قدامك هي الدولاب وكلها النار كله اهو. ده وتحت كمان احنا شفنا، ننزل وتحت نشوف حاجه تحت. يعني تقدر تتكلم. البيت الثاني، البيت الثاني والبيت الثالث والرابع. بصوا يا جماعه دي النار اللي ولعت دلوقتي. بصوا مطفيها انا على الاول. دي دلوقتي حالا ولعت فيها شنطه هدوم اهي، السلم. ولعت على السلم.
شايفه اهو، ده صار اهو. لسه طب انا شفت حد كان بيتكلم ان هو شاف واحد بيمشي على الحيط. لا يا عم، دي الله اعلم واعلم برضه. لا ننزل تحت ونشوف. طب هنا قولوا لي عشان ماشي انا اقول. عشان انا ماسكه المصحف في ايدي. انزل. لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. بصوا يا جماعه، ده اتطفى دلوقتي، دي الميه اللي اتطفى دلوقتي، حريق دلوقتي كان شغال، امبارح بالليل كان حريق شغال. فين الست؟ هنشوف الاوضه القران شغال اهو. ممكن نطفيه بس عشان اللايف. الناس اللي بتسال اهو القران شغال. بصوا يا جماعه، بيت كامل، اسر اتدمرت. فين الست؟ المرضى دي امبارح الساعه 11 بالليل برضه. بصوا يا جماعه، دي بصوا اهي الاوضه دي الساعه 11 بالليل ولعت النار. بصوا يا جماعه اهو 11 بالليل، يعني فوق تحت، يعني مثلا لو في حاجه فوق، سيجاره، في حد غلط. بص يا استاذ سمر، احنا ممكن تكون الناس بتطفي فوق، ممكن الناس تكون بتطفي فوق وتلاقي حريق بيجي تحت. يبقى فوق وتحت. اه طب بتتصلوا بمطافي؟ مفيش وقت اسمه رافي، اهل البلد بتساعد. والله ماسكه المصحف في ايدي يا جماعه، الناس بتقول قلب المذيعه جامد. لا والله العظيم مش موضوع قلبها جامد ولا كده، بس خلاص يعني هي بارك الله فيها ان هي جايه تصور مأساة زي دي. عشان يعني استغاثه الناس، البيت الرابع يتنقلوا منه يا جماعه. والله العظيم في طفل مات في حريق. عائلات والله متشردة، والله العظيم يا جماعة الخير 4 عائلات متشردة، والله العظيم الناس دي لدرجة وصلت معاها ان كل واحد لابس الهدوم اللي عليه بس. ما فيش اي حاجه في البيت. والله ما في، انتوا شفتوا المنظر، احنا قلنا المنظر بيحكي نفسه. فين الست اللي جات؟ يعني الموضوع عندنا الست كده ممكن يكون شافت حاجات الست، نشوف يعني هي عايشه من بدايه الواقعه من 13 سنه. عايزين اي حد يساعد الناس دي يا جماعة الخير والله. يا جماعه مش تخلف ده، احنا يعني لا قدامكم مش تخلف. المشهد. الاستاذ اللي بيقول تخلف والله ما تخلف، والله ده حصل فعليا. يعني هو انت نفسك شهدت مواقف بتاعت الانبوبه اللي اختفت لقيتها في شنطه الهدوم، انت بنفسك شفت الموقف. بالظبط يا باشا، احنا ناس متعلمين ونعرف ربنا والكلام ده، والناس دي بتصلي، ده مش تخلف، دي حاله حاصله. انا لو اتحكى لي الكلام ده ممكن ما اصدقوش فعلا، بس احنا جينا معاكم نشوف الواقع، احنا مش يعني اللي بيجي عشان ما يقللش بس من هول الموقف. تمام، لا الكلام ده حاصل فعليا. احنا شفنا البيت فوق تحت، ده بيت من بيوت، يعني ده البيت الرابع ده يا جماعه. يعني عشان ما حدش يقلل بس من هول الموقف، والله العظيم الكلام ده بيحصل فعليا اهو. خلاص احنا بنبالغ، ده قران مكتوب على الحيطان اهو. ده مشايخ كاتباه. مشايخ كاتباه يا جماعه. بصوا يا جماعه ده كلام اهو. استنى. تعالي اتفضلي يا استاذ. ما تقوليش اتفضلي، قلب جامد. بصوا ده كلام مش مشايخ يا جماعه، في مشايخ من بره مصر دخلت البيت ده، وبرده يعني المشايخ قالوا لكم في جان بس مش هنقدر. بصوا يا جماعه ده كلام مشايخ، ده قران بس كاتبينه مشايخ. طيب لما بتشغلوا قران ايه بيحصل؟ مثلا سماعه او تلفزيون بيبوظ السماعه، بياخد الفلاش، يعني الفلاشه نفسها بتختفي الفلاش يحرق السماعه، تبوظ السماعه. ممكن القران شغال والنار تشتغل عادي. بيت كامل متدمر يا جماعه، يعني 4 أسر متدمرين من 15 سنه، البيت الرابع، يعني حاجات كأن احنا بنشوف فيلم رعب بالظبط. احنا في بيت كان يعني البيت من بره كله مشوه من النار، برضو احنا عشان ده بث مباشر مش عارفين نظهر كل حاجه، لكن احنا في واقعه حاصله من 15 سنه. طفل اتسحب من حضن امه واتسحب تحت السرير وتولع فيه النار، الطفل جسمها تولع فيه النار من غير الهدوم ما تلمسها النار. دهب بيختفي. احنا اهو معلش يا حاجه احنا تعبناك، خليكي في النور هنا، خليها هنا، ده خليها هنا. بص احنا معانا اهي ست من يمكن شهدت على الواقعه من الوقائع، قاعد ويكون في نار في الكنبه يا جماعه، قاعدوها. طبعا هي مشت من البيت، مش قاعدين في البيت. ممكن نشغل اطفي القران، الصوت وطي القران، افصل اطفيه عشان تمسكها وراح لا يوقع. اطلع كده. ازيك يا حاجه؟ يعني احنا المعساه في البيت ده، انت طبعا بتتنقلي معاهم من بيت البيت 4 بيوت لغايه دلوقتي. انت شفتي حاجه في يوم من الايام في البيت؟ يعني انت في حاجه حصلت في البيت زمان او المكان يكون قديم زي الناس بتقول؟ حصل. ايه اللي حصل؟ كنا اول بدايه
اه وقيت كده برا الحيط لقيناهم منفجرين. اه نبهوا علينا الجيران، الجيران دهت علينا خابزين، قلنا مش خابزين، قالوا دخلنا فوق، كل ما طفناها صبرنا كده يوم والتاني لقينا الأوضة المفروشة كده لقينا طلقت فيه في الفرش. ها؟ في الفرش. عملنا العيال الصغيرين، ما فيش عيال صغيرة كان. صبرنا يوم والتاني طلقت في اليوم. ده في اول بيت. أول بيت. اول البدايه. طلقت في البيت الثاني. احنا نعمل شاي لقينا حاطين السم في الشاي. قلت ايه؟ حاطين السم في الشاي. ايوه حصل فعلا. اتحط لكم سم في الشاي؟ الشاي. طب عرفتوا ازاي ان ده سم في الشاي؟ نلقوا لقيناها سم وشاي. مخلط في الشاي يا عشان يقولوا المفاضل الظاهر ان هو طب ايه نوع السم؟ سم في الشاي. يعني ده هو اصلا يعني حاجه كارهه الاسره نفسها. طب في حاجه قديمه جت في البيت او البيت قديمه وانتوا خد بالك. صبرنا كده شويه، صبرنا كده فتره، صبرنا فتره. سمعاني، صبرنا فتره وراحت لقت صاحبة البيت دي النار، لقت في السرير. مسكت في السرير. مسكت في السرير. صبرنا كده ايام، واحده راحت كله ده ورا بعضه بعد ما لا يهيفوا كده يعني. يوم ويومين ويشتغل تاني النار. 3 4 5 اسبوع. بعد كده واحده هتسقط في الصاله من برا، ما فيش حدا نايمه هي وولدها يعني. هتخش كده لقيت النار، شبطوا النار على السرير، الاوضه الثانيه دي على السرير. ده تطلع تشد الواد، حاجه تشد منها الواد. هي تشد الطفل وحاجه بتشد الطفل منها. عيد 3 سنين. قامت لبخت كده على الحيطه كده، ولا شبه كده كهرباء الحيطه. الحيطه اتكهربت. تشد في الباب، مش طالعه من الباب. لقيت تصرخ، دخلوا على كسروا الباب، لقوها نفخ في وشي. نفخ وشي. وشها منفوخ كده، بقى كده من اثار الحريق كده، حد هنا في ايديه وشه كده، والواد ما فيهوش ولا حاجه. السهودي دخلت مصارينه وشد منه ادينا غبرات. والطفل توفى. ودنا جني حلوه على اسيوط، وقعد 3 4 ايام ومعه، وقعد 40 يوم في اسيوط. هي استطلعت 40 يوم في اسيوط والواد معه. طب انت ما شفتيش حاجه يا حاجه زولات او خيال؟ لما استني الجوزة في البدقه. في البيت الثاني. شفتي هناك يعني؟ شفتي هناك؟ شفتي خيالات وحاجات هناك؟ الاحداث اللي بتحكيها لك يعني الاحداث دي كلها حصلت هناك في البدقه دي. جينا انا قاعده كده، دخلت الجاموسي لقيت النار على الستار، الجيران ندهت علي. واخد بالك؟ الجيران ندهت علي. وبعد كده ما فيش داعي، معي صندوق تحت حاطه فيه فلوس يعني، لقيت 300 جنيه غايبين. فين الفلوس يا؟ قلت اما مفتاحك معاك، مفتاح معايا، ما كنت صرفتهم سكات. من بعد كده هي حاطه فلوس في الشناكل دي، حقه في الشناكل دي. تحط اللي هي الفتحات دي. تحت القمر دي. تحط فيها الفلوس. حاطه حقه فيه كده. وربطها بعلاقه ومبلطها بطين عادي كده. قمت شيلها، قمنا في الليل، قمت لقيت طالعين حتى علاقه من برا، وقلت فلوس ماشيين. قعدت اندب. قعدت تصوتي؟ قعدت اندب. في الاوضه تحت زي دي، في البداكه برضه، في البداكه القلبي معي صندوق فيه 4 ورقات دينار، وفيه 1200، وفيه غش يعني. المفتاح معاي، قلت ما قاعدينش، ومنسق وخلق منسق وبعض. اتحرق الهدوم، اتحرقت على فكره. الهدوم اتحرقت والفلوس مش موجوده. والفلوس مش موجوده. الصندوق مقفول. مفتاح معاي. والمفتاح معاك انت بس؟ لان كان في البدايه الاول بيقول لك ان في اطفال صغيره اللي بتاخد الفلوس، حد بيخش ياخدها، فبداوا يشيلوا الفلوس والاماكن في حاجات بالزبط. اماكن عاليه بالظبط، في اماكن ومحدش يعرفها الا صاحبها يعني. دي مثلا الفلوس اللي كانت بتحطها في الحيطه دي محدش كان بيعرفها غيرها. مفتاح معاي. يا جماعه المواقف دي حصلت بالفعل يعني. احنا الاسره بتحكي حاجات يعني، الحاجه الكبيره مش هتحكي حاجه من خيال، مش هتحكي خيال، هي بتحكي حاجات حصلت بالفعل. طب احنا عايزين نشوف يعني، احكي لنا موقف. جينا البدين. جينا البدين، قعدنا كده فتره عندنا فيه، ما كان مش كملنا سنه ولا حاجه. انا قاعده كده من كل واحد انا في شقه فوق، وشيء الهي ضرب في الكمر دي ذاك الشعب. انت شفتيه؟ ما فيش مستقلال، فيش عربيه معدي، دخل صارخ في المنظره. سمعت صرخ في المنظره؟ انت اللي شفتيه؟ لا، دخل صارخ. سمعت الصوت الصراخ في البيت؟ بس ما فيش حاجه. اشتغلت هي عود كده، معي عريس ده هيخش هيتجوز، ولا بالك معاه 20 يوم
زي الجوال ده بشنطة هدوم يعني الآن هفتح الشنطة تلاقي خلق كده بالنار مغطى بالنار. كده زي السجارة كده من قدام. بعد كده ننزل في الحتة دي هي دي ديوكة دبحي وعلقها في المعلاق. الديوك اللي هي الفراخ. الفروج بتتذبح وبتتعلق في في المنشار. وعلقها في المنشار. واخده بالك معاي؟ بصوا يا جماعه الفراخ بيلاقوها مذبوحه ومعلقه في المنشر مكان الهدوم. معايا عيله قدام بيا بتاخذيه بعدين عنك. لقينا الفروجه المذبوحه دي المذبوحه جابوها ما عارفه مش عارفه كيف جابوها مغلط قدم لقينا في وش الواد كده في وش الواد مرسوغه في وش الطفل في وشه كده اللي هي اللي كانت مذبوحه معلقه اللي كانت مذبوحه في المعلاق في المنشار. لا بعد كده دبح الفروج دبح الحمام ويخفي الفروج ويخفي الحمام. ده هيتجوز عملوا هدومه دي هيتجوز على 20 يوم خدت 4 غوايش ونبي وخواتها وحرق الشقه وخذ اللي خده وحرق الحرم وحرق الشقه ما خليها. طب البيت اللي انتوا بتسيبوه يا حاجه نفسه البيت نفسه انتوا سبتوه ده انتوا سبتوا بيت عشان الحريق فيه لما انتوا مشيتوا منه ولعت في النار بعد كده تاني؟ دوت هو قاعد سنين طالما انتوا مش قاعدين في المكان ما يولعش. لا يعني هو حاجه مترقبه الاسره دي بس. العلم عند الله. طب والجيران ما فيش حاجه عند الجيران؟ لا ما تطلعش برا العتبه من بره بيتكم انتوا ما يطلعش من بره المكان اللي انتوا فيه. مش ما يأذي حد من برا. استنى علي واخده بالك معايا. يعني طلعت في ايات قرانيه هات السماعه. ما ايات قرانيه دي اللي هي زي دي بتاعت المشايخ. ما عملناش حاجه. دقيق ياخذ سكر ياخذ رز ياخذ جبنه ياخذ سمن ياخذ نقل بالشوال ياخذ الغله بالشوال تختفي ما فيش حاجه ترجع تاني خالص. لا نقول الجبنه ده بالعلاوه السمن ما نقولش ولا حاجه الدقه جحرده الفرن. طب بتشغلوا قران؟ ما عملش هذا القران معي ولد كنت قبل الدقائق مسك ده بالدقائق وحطهم جنبه كده الراجل قاعد يشتم قامت في الليل لما تشتم عليه يعني لو ما تسبيه او كده شتمت عليه الحاجه اللي بتحصل لما تشتموا على اللي بيحصل. أيوة. على الجان يعني. ايوه سامعني قام غطيه بطنتين قمنا قلنا النار كده عليها فوق منه لما شتمت. لا لما شتم اللي بيعمل الحاجه دي قام قلنا النار فوق منه كده يعني فوق منه بطنتين وتحت منه لما سب اللي بيسبب الفعل وحصيره ومرتبي نعم. هو ما فيهوش حاجه ما فيهوش حاجه يعني اللي تحت واللي فوق في نار. بس هو ما حصلوش حاجه. ما فيهوش حاجه بنحل حتى مش شتم. احنا عايشين في ده فيلم رعب. انا ما اقول له كنت وقت ما تطلعش مني وقت ما هنا اقول مسامحينك ربنا يهديك علينا. مسامحينك ربنا يهديك علينا. يعني انت اول ما تحصل نار تقولوا مسامحينكم. وقت ما اقول النار اقول مسامحاك انا سامحاك ربنا يهديك علينا. قاعده على الدكه هناك في البيت دكه جواني. كل كلامهم مش غير مفهوم يا جماعه. بصوا في واحد من افراد الاسره شتم على اللي بيسبب الحريق فهو نايم النار اشتغلت تحت منه وفوق منه في البطاطين وهو ما حصلوش اي حاجه. ده موقف من المواقف. فالحاجه بتقول ان هي من وقت الموقف ده في اي حريق بيحصل بتقول احنا مسامحينك بس ابعد عنينا. ربنا يهديك تبعد عنينا حصل. وانا قاعده على ديك نكيتي ونازل يعني خسر الطفل الحجه يعني ابن ابنك ولا ابن بنتك؟ مين؟ ده جوزي. لا اللي مات ولد ولدي ابن ولدي ابن ولدي توفى 3 سنين. 3 سنين توفى والست محروقه جسمها. محروقه ودانا اسوق تحت 40 يوم في اسيوط يعني من بعد 15 سنه هم عايشين في المعاناه 15 سنه 15 سنه هم يتنقلوا من بيت البيت ويجان وراهم ونفس الطريقه. انا قاعده هنا كيتي على الدكي وانا مرت حماده صاحبه البيت دي في الفجر كده يقولوا ايه نازله حق كده حاجه عليه. يكون البيت مثلا قديم وكان مكان حاجه مثلا. ده ارض دي يا ابله نازله ارض زراعيه نازله من فوق حاطه خلق كده على يدها كده وعامله كده تقول الفجر يدا يا انا عاملاها مرت صاحبه البيت ده مرت حماده الكبير ولدي. انت بنتي حد الفجر يدا ياك نازله كده وحاطه كده اللي فاكراها مرات ابنها. انت شفتي واحده نازله على السلم حصل ومتانيه او مغطيه وشها وكده نقول الفجر يدا مرت حماده انت فانت فاكره ان في حد مرات ابنك هتحلو الفجر اذن قلت مسكت البوتاجاز جنبي وحطيت الماء على البوتاجاز بس كده ما لقيتهاش اختفت بس نزلت من السلم. كانت لابسه طيب
ها كانت لابسه ايه، ابيض ولا اسود؟ ملابسه ما اقولكيش. وكذا مره كنا عيله جا من السعوديه. طب ما سالتهاش الصبح؟ ها ما سالتهاش الصبح؟ لا مرت حمادي. مرت حماد ما سالتهاش الصبح انت نزلتي ولا لا؟ سالت مرت لا قلت ما نزلتش. قلت ما نزلتش. انا بسالها عشان يعني كده انت لان احنا سالناها اصلا. هي وانا اختي اللي بتتكلم عليها. صبرت صبرت لحظه كده لما حكت ونزلت القصه واحنا هي. بنسالها الصبح قالت انا ما نزلتش. لا يعني نزلت. هي وفي الفجر لقيت واحده نازله من على السلم. بالظبط. افتكرها تحلب الجاموسه وكده. فاكراها افتكرت حلم الجاموس. بعد كده الفجر اختفى. أذن. بعد كده لما انت مش نزلت عامله كنت بضربي حمراء نزلتها. قلت له ما نزلتش ما نزلتش وهي ما شافتش وشه. ما شافش وشي. هي هي مش كانت ما شفتش وشها بس لا شفتها شوف لابسه ايه؟ خالك ما اقولكيش. وعيل كنت جاي من السعوديه من عيالي يعني اه اخر سلميا والقى واحده كده غليظه كده لسه ملون كل نكشه من صنف. اخر من سل الهدوم اللي كانوا جايبينها اولادك؟ لا هي لقيتي واحده ثانيه برضه جامده تخينه؟ تخينه كده اخر السلمين وتخش في الاوض. تدخل في الاوض من هنا ومن في هنا. الاوض ما اخبرش عاد في الاوض وخلاص. انا موقف مرعب. لا بس صبر عليه مشاني. قالوا من الكبار مشيني وسبت البيت ده والبيت ده ومشي. السبب في الاب والام الكل. قالوا من الكبار يكون جاروا الكبار. فيكي انت مثلا وراجل كبير. مشينا وسيبنا البيت هي ونفس الطريقه هي بكتها. هي الحكايه. يعني بص انت يعني انت كل اللي شفتيهم ستات يعني هي واحده ست. هي شافت اكتر من مره واحده ست في البيت يا جماعه بتتنقل بين الغرف من هنا ومن هنا. بص يا استاذ سامر ده موقف مرعب ولابسه الوان مختلفه. المشايخ اللي جت بعد المشايخ قال لك ان دي قبيله. واحد قال لك ان دي قبيله. قبيله ايه؟ قبيله من كده. قبيله ساكنه البيت؟ ده ما هي مش ساكنه البيت هي تبع الاسره. تبع الاسره هي ماشيه ورا دي الاسره. قبيله كان زي ما انا حكيت معاك وقلت ان كان بتيجي مشايخ يقول لك احنا مش عارفين تفسير الكلام ده. واخده بالك معاي مشينا احنا من البيت دي. مش مشايخ صغيره. طب في حد اتكلم معاكي يا حاجه؟ قابلتي حد اتكلم معاكي؟ لا وخد اقول لك مشينا من البيت. انا ما اقول من الكبار مشينا اكثر من 4 سنين. مشيتوا وسير واضح هو عشان ربنا يكرمهم بالراحه ونفس الطريقه هي ودنا كذا رايك بامر الله بامر ربنا ودنا رايك كده براي ربنا الاول. لا اله الا الله. واحنا كل بلد جبنا من الشيخ واثنين وثلاثه واربعه. المشايخ برضه ما فيش فايده. ما فيش فايده. انا حاسه نفسي ان احنا بنشوف فيلم رعب. شو بقى؟ يعني فيلم رعب. هي الست بتشوف يعني مره. طب الست الاولى اللي شفتيها الاولى نفس الحجم بتاع الست الثانيه؟ هي نفسها نفسها هي. بص يا استاذ سمر في واحد من المشايخ وانا قلت لهم مش عايزين نذكر اسماء. من غير اسماء. بالظبط كان ملقب بقاهر الجن. اللي هو ده اقوى واحد في هو كله عارفه يعني هو كل مصر عارفاه. بيطلع مع حلقات مع استاذ ريهام والكلام ده سعيد والكلام ده وتواصلنا معاه. وخد بالك من ساعه ما طلعت 4 سنين اول دخلت في البدني. من 4 سنين دي دخل مش مخشني. طب يا حاج يكون زمان مثلا في حد مثلا كب ميه سخنه على ارض في مكان ولا مكب ميه سخنه نسمع ان الميه سخنه ولا ميه سخنه ولا ميه ساقعه حصلت حاجه ولا ميه ساقعه يا حبيبتي. بس مش هتلاقي له تفسير يا استاذ سمر. معي كمان بنت اسمعيني مش هتلاقي له تفسير. واخده بالك معي بنت كانت هكذا فوق ما اطلع من هنا. البنت وبنت اخوها راقدين اللي يقول النار شابكه في الحصيره تحت رجلها. يعني ابو قاعدين والنار تشتغل تحت. قال ما اطلع بنت معي فتاي وبنت اخوي وبنت ولدي فتاي. على ابو كبير ميديا دي. زي ما شفنا معاكم يا جماعه قصه الاسره. شكرا يا حاج. اتفضل يا حبيبتي. يعني حاجات كانك انت بتشوف فيلم رعب بالظبط. كل التصرفات تتخيلها انه يعني الحاجه الكبيره شافت ست بتتنقل من البيت للبيت وشافتها نازله الفجر. تعالي روحي الشقه الثانيه فيها برضه. مش هنطلع تاني فوق ونشوف الدنيا. لا في بيت ثاني. ما بيت واحد قسموه احنا مقسمين البيت وبرضه بيروح نفس كله ده حاجه متبعه الاسره بس الجيران لا. لا ما نطلعش بره بس خلينا هنا. قريب. بصوا يا جماعه هنشوف نفس البيت بس الشقه الثانيه. البيت الثاني اللي هو بيت اخوه. يا جماعه هو اللي موقع الحيطه دي. بصوا يا جماعه الحيطان بتتهدم لوحدها. ده بيت تبعهم برضه. قدامي معلش خليكم قدامي. دي اتبنت وهدت الثاني. كل بالابنيه بتتهد ثاني. بصوا يا جماعه كل ما تتبني تتهد.
يعني دي حاجات واقعيه حاصله بالفعل اهو قدامكم المشهد. هنشوف كمان الحريق في شقه تاني فوق. يعني طفل كان بيتسحب من حضن امه، اتسحب لتحت السرير والطفل مات في الحريق. وبص ده كلام مشايخ اللي جايه تبع اللي بيجوا، يعني من كتر المشايخ من 15 سنه جميع المشايخ دخلت بيت الاسره دي. يعني الفلوس بتختفي والذهب بيختفي والدقيق بيختفي والاكل بيختفي والطفل مات في الحريق. بصوا اهو يا جماعه، اهو شايفين حريق الباب شكله عامل ازاي؟ يعني ده مش شغل اطفال. يعني دي كذا مره تتلون تتعاد تاني تلوينهم. بصوا يا جماعه، بصوا ده اثار حريق تبع الاسره برضو، نفس بيت الاسره. استنى خليك كده معلش. خليك. لا اله الا محمد رسول الله، لا اله الا محمد رسول الله. بصوا ده الفتحه اللي هي اتهدت في البيت الثاني اللي شفناها في البيت الاولاني صورناها، اللي بتتهدم صح؟ بتتهدم من هنا لهنا. دي شقه ثانيه تبع البيت. طب يعني كل ده اللي احنا شايفين الجيران يا جماعه، يعني يمكن 2 3 بس اللي اصحاب من الاسره، اللي ان الاسره في حاله مأساة، يعني صدمه وباعوا المواشي. ما في يعني الاسره مش عندهم غير الهدوم اللي هم لابسينها. بصوا اثر الحريق في الوضع دي 5 6 مرات دي تتعاد تاني. لا اله الا الله. اثر الحريق في الوضع اهو. طب دي ما فيهاش اي حاجه، يعني الاوضه فاضيه، الحريق بيشتغل ازاي لوحده في الحيطه؟ الشبابيك يعني انتوا هاجرين البيت ده اساسا وبرضه بتشتغل فيه النار. حاول في البيت الثاني، تحاولوا في البيت اللي انتوا قاعدين فيه الثاني. انا وبحتفل كلهم بيت واحد. ده كله بس كل واحد شقه قسمنا، يعني كل واحد شقه. احنا من التعب قسمنا، قلنا يمكن يكون ما فيش حاجه، راح رجعت الحاجه دي تاني برضه فتح بيجي يكسر الحيطان على بعضيهم، يهد البيت على بعضه. الحيطان يكسروها. يكسر البيت ده على ده، مش عايز الفصل يعني. يعني هو مش عايز البيت تنفصل بعد ما انفصلتوا. ايوه بيولع في ده وده وفي دي. بيفتح فتحات وبيولع عادي، يعني من قبل ما ينزلوا اصلا هم شغالين برضه نار بتولع وكل حاجه. يا جماعة الناس محتاجة حل، يعني الناس بيوجهوا استغاثتهم لأي حد عنده حل في الموضوع ده. يعني احنا شفنا القصة قدامنا، يعني شافت مواقف ست بتدخل وتطلع في البيت في الأوض مع نفسها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا جماعة هما بيشغلوا القرآن وبتستحب الفلاشة بتختفي، بمجرد ما بتشغلوا القرآن الفلاشة بتختفي. شقة تاني نفس القصة. بص اهو، بص باب الشقة دي جديدة ومحدش قاعد فيها. وبصوا النار اهي، لقيتوا النار ولع فيها برضه. الثالثة برضه فاصلينها برضه، شقة ثالثة بس عازلينهم. حصلها فيها نار برضه؟ فاصلينها بس. دي بيخش لها من الفتحه اللي تحت. الفتحة اللي تحت. الفتحة اللي تحت اللي احنا شفناها. يهد الحيطان. ده القرآن اللي هي تبع المشايخ اللي بيقولوا الرقية برضه هي الرقية مكتوبة. زي ما شفنا ده تفاصيل لايف الأسرة اللي بيتتبعها حجان حسب ما بيقول، يعني من 15 سنة كل بيت بيروحوه. زي ما شايفين مأساة الناس، يعني حتى الجيران. بس ما فيش حاجة تحصل للجيران أذى، أصحاب البيت لا. الجيران لا، صاحبات الشيء بس. لا إله إلا الله رسول الله. وده كان لايفنا معاكم النهارده، واستنونا في لايف جديد. كانت معكم سمر بنت من حوضتنا. لو عايزة تطلعي تعمل حوار في البلد كله الناس هتحكي لك نفس اللي بيحصل. يعني لو انت هتطلعي وتصوري مع البلد كلها هيقولوا اللي بيحصل البيت معروف. هيحكي لك معروف في البلد كلها، في البلد وفي القرى المجاورة كمان. والله اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم الكلام اللي بيتقال ده حقيقي مش كده. والله العظيم يا جماعة الخير الكلام اللي بيتقال ده حقيقي. احنا اضطرينا للتصوير والكلام ده علشان خاطر نلاقي حد يساعد الناس دي. يعني بعد 15 سنة معاناة. يعني خلاص الناس تعبت. الناس ما معهاش تاكل، والله ما معاها تاكل. تستغيثوا انتوا يعني استغاثة، عايزين اي حد من مشايخ الازهر او اي حد ذو علم عنده خبرة في الكلام ده يجي يساعد الناس. طبعا انتوا معاكم فيديوهات للنار وهي شغالة طبعا. موجودة الفيديوهات موجودة. احنا بنتكلم في معاناة 13 او 15 من 13 ل 15 سنة. شكرا حضرتك. مفيش حد هيشاهر بنفسه يعني بالطريقة دي يا جماعة والله.
والله قسما بالله العظيم الكلام ده حصل.